ازيكم؟ النهاردة هنعمل وصفة طعمة هتعجبكم قوي. هنعمل وصفة بطاطس بالفراخ تحفة بجد. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة ننزل بمعلقتين زيت ومكعب زبدة يسخنوا، ننزل عليهم ب3 حبات بطاطس مقطعينها مربعات بالسمك كده. نشوح البطاطس كويس وبعدين نضيف عليها ربع معلقة من الفلفل الاسود والزعتر والبابريكا وملح ونقلبهم ونغطي عليها ونسيبها لحد ما تستوي 3/4 تسوية وتاخد لون ذهبي جميل. بس اهم حاجة كل دقيقتين نقلبها عشان ما تلزقش معانا، وعايزينها تبقى باللون الجميل ده. وفي نفس القلاية هننزل بقطع الفراخ نقلبها لحد ما تغير لونها، وبعدين هنضيف عليها بصلة مفرومة ناعم و3 فصوص توم. هنفضل نقلب فيهم كويس لمدة 3 دقايق. بعد كده هنضيف كوب من المشروم نقلبهم برضو كويس لحد ما المشروم يغير لونه. واخر حاجة هنضيف الفلفل الاخضر. بعد كده نظبط البهارات بتاعتهم، هنحط فلفل اسود وكبابة صيني وقرفة وزعتر وبابريكا ومعلقة صغيرة من الملح. نسيبهم بقى على النار 10 دقايق مع التقليب المستمر لحد ما يبقوا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. نيجي بقى للبشاميل. لتر حليب هنضيف عليه 4 معالق دقيق ونقلبهم كويس لحد ما الدقيق يختفي معانا خالص. بعد كده هنحط ربع معلقة من الفلفل الاسود والقرفة والكبابة الصيني ونقلبهم، وبعدين نضيف عليهم مكعب زبدة ونظبط الملح، وبعدين نرفعهم على النار مع التقليب المستمر لحد ما القوام يتقل معانا ويبقى بالجمال ده. نجيب صينية فرن وننزل بطبقة من البشاميل ونوزع عليها طبقة من البطاطس، وبعدين ننزل بقطع الفراخ الجميلة بتاعتنا اللي احنا مجهزينها بالشكل ده. بعد كده هنوزع عليها حاجة بسيطة من البشاميل وجبنة موتزاريلا، ودي اختياري طبعا الجبنة الموتزاريلا. وبعدين نرص نص البطاطس التاني، واخر حاجة هنضيف طبقة من البشاميل ونرش رشة من الجبنة الموتزاريلا ورشة من الزعتر وندخلها فرن سخن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة. وبعد كده نفتح عليها الشواية عشان تاخد اللون الذهبي الجميل ده. مش قادرة اوصف لكم طعمها حلو بجد ازاي وجوسي. كل قطعة في الصينية دي لها طعم مميز بجد، هتعجبكم قوي، لازم تجربوها. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. يلا لايك وشير للبوست، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.